العياشة، مالكم هاد الايام شفنا الفضايح كثرت عليكم من كل جهه. الخليجي عايش الحياه كيصور من داخل الزريبه، كيعرض صحابو ويقول لهم اجيو للمغرب راه كاين دريات في السر 14. عادي في بلدي المغربيات قصيرات في السر 14. السيد كيقدم فيهم عروض على صحابو، استثمار جنسي والتجاره في البشر على المباشر ومن داخل الزريبه. ومن بعد شنو طرا؟ اعمل نفسك ميت. سكت حماد، خلي السيد يتاجر في المغربيات، ما كاين حتى شي مشكل. الفايده في صحابو كيجيو المغرب ويجيبوا معاهم العاقه. هادشي اللي كيهمهم. مصلحه النظام اهم من كرامه المواطن. والعياشه مساكين الدور ديالهم هو انهم يقبلوا على هاد الافعال الاجراميه اللي كيمارسوها الخارجيين في الزريبه، وخاصهم يقبلوا على المنكر ويقولوا عاش الملك. العياش ما عندوش اعتراض والو، قابل على كل شيء. زيد كذلك من فضيحة الخليجي مباشرة يعاودوا لنا واحد الفضيحة أخرى، يخرجوا لنا الهنودة. حتى هما داروا لكم الشوهة في مراكش. 6 هنودات ناوبوا على درية مغربية، كرفصوا لها حياتها ومشاو في حالهم. والطامة الكبرى حتى واحد ما شدهم، مشاو لبلادهم عادي. زيد كذلك عاود خرج لكم واحد الإفريقي واحد آخر، نشر لكم واحد الفيديو وحتى هو فضحكم وعنده شلة مهدر. وصل حتى وصفكم بواحد الكلمة قالها لكم، قال لكم الجزائر للحياة والمغرب لليل. إلا كان ممكن يا العياشات تقولوا لنا هاد الإفريقي واش كيعني من كلمة المغرب لليل. ها هما 3 فضايح في 24 ساعة فقط: فضيحة الخليجي، فضيحة الهنودة، وزيد فضيحة هاد الإفريقي. العياشة العبيد والنظام ديالهم كيحاولوا بأي طريقة أنهم يغطيو على هاد الفضائح، ولكن للأسف كيفشلوا في هذه المهمة. علاش؟ لأنهم فاسدين وهما اللي كيساهموا في دعم الفساد داخل الزريبة. قلنا من بعد هادو 3 فضائح مباشرة تعاود تزيدهم واحد فضيحة أخرى، اللي هي واحد الزيارة قام بها جنرال إسباني، مشى دار واحد الدورية في جزر أو صخور حسيمة وبعض المناطق الأخرى اللي كيدعي بها النظام والعبيد العياشة أنهم أراضي محتلة وأمريكا هي اللي غادي ترجعها لهم. الجنرال الإسباني الزيارة ديالو لهاد المناطق تعتبر رسالة تهديدية موجهة لنظام هوبل السادس. الجيش الإسباني مشى لهاد الأراضي وجلس فيهم. إذن يا العياشة قولوا الهوبل السادس ديالكم بصفته كقائد القوات المسلحة يصيفط جيش مريم ويهزوا العتاد ديالهم ويمشيو ويخرجوا الجيش الإسباني اللي كاين في هاد الجزر. علاش باقيين ساكتين؟ ولا عارفين ريسانكم فاشلين وما عندكمش الامكانيات والخبره في المواجهات العسكريه، وعارفين اسبانيا الا دخلتوا معاها في صراع غادي تطحنكم وتطحن باباكم الحلوف وتعاود لكم الترابي من جديد. ومن بعد يا القواده شنو خاصكم ديروا باش تسكسوا العياشه البهايم؟ طلقوا هذاك الاعلام ديال العهر اللي تابع الكلاب المخزن، يخرجوا ينشروا لنا الاخبار المزيفه في الصحف ديالهم الرسميه ويقولوا في سياق الجدل الامريكي حول جبته ومليليا تحركات عسكريه اسبانيه جديده في صخور الحسيمه. كي تسمع الجدل الامريكي تحسب سبته ومليليا تابعين لامريكا. مالكم يا المدلولين؟ واش امريكا ولات هي الشيكور ديالكم وتعيطوا لها في اي وقت باش تجي تحميكم وتجيب لكم الحق ديالكم؟ واش هاد التبرهيش والحقاره اللي وصلتوا ليها؟ عندكم صراع مع الجزائر تخرجوا يا الكلاب تنبحوا عليها وتهدوها بامريكا. موريتانيا حطت العسكر ديالها في القويره ثاني خرجتوا تنبحوا وقلتوا امريكا باغي ترجعها لكم. ايران كذلك كتنبحوا عليها من بعيد، وفي الواقع تنشوفوكم بحال العاهره كتقلبوا على الشواكر ديالكم باش يحميكم. اندال ما عندكم حتى قيمه، ما عندكم شرف، ما عندكم كرامه، ما عندكم سياده، ما عندكم والو. الخضوع والرضوخ والانبطاح والذل والعبوديه والعهر والخيانه والفساد والاجرام، هذا الشيء اللي كاين عندكم. ما عندكم حتى شي حاجه اخرى. العالم كله ولا كيهضر عليكم وكيهضر على افعالكم النجسه والسياسات ديال العاهرات اللي كيمارسها النظام الزريبه. بغات سياسه داخليه ولا خارجيه راه بحال بحال، سياسه خامجه بمعنى الكلمه. وكاملين شفتوا شنو طاري في الماضي والنظام الانقلابي ديال قويطان اللي بغى يتفرعن، ولكن في الاخير جابها في قزيبته وبقى يقلب على الحلفاء ديالو انهم باش يساعدوه ويدخلوا في الحمايه ديالو. ولكن الحلفاء ديالو وعلى راسهم الزريبه والحمارات اللي كانوا يحرضوه باش يدخل في صراع مع الجزائر وانهم يساعدوه ويوقفوا معاه، اللي بغى الحشاو هذه دفعوه للهلاك وجبدوا رسالهم.
السيد بقى وحده هارب مخبي راسو في كاش حفرة. وبما أن النظام المخزني العميل الحقير الخائن الجبان كان لاعب واحد الدور كبير في دعم قويطة، المجرم السادس تلقى واحد الرسالة مباشرة من طرف أحرار المالي، رسالة لتعتبر تهديد مباشر للمجرم السادس بأن خائن وعميل وكيدعم قويطة عسكريا. أحرار مالي ردوا على هوبا السادس وقالوا ليه يا محر رونديلا وجد الفرفارة ديالك غادي نبردوها ليك باش ما تبقاش تقلب على الحوايج اللي كبار عليك. إذا يا العياشة الإله ديالكم البرهوش السادس ولا مطلوب عند أحرار مالي. واش غادي تدافعوا على سيدكم وتواجهوا هاد التهديدات ولا كيما العادة الالتزام بالصمت؟ السلاح المفضل ديالكم الصمت والبكاء. ما عندكمش الجرأة أنكم تواجهوا الحقيقة والواقع بكل رجولة. والو هادي ما تقدروش عليها، حيت أصلا هاديك الرجولة اللي كتخلي البنادم يواجه الواقع نتوما ما عندكمش. العياشة كلكم فاقدين الرجولة وحياتكم كلها ولات مبنية على الوهم والكذب. أما الواقع والحقيقة كتضربوا عليهم الطم وما تقدروش تقبلوا الحقيقة ديال الإجرام والفساد اللي كيمارسوا النظام الهلاكي في حق المغاربة وفي حق المغرب، وكذلك الهزائم المتكررة اللي كطيح فوق ريوسكم فيما يخص بالسياسة الخارجية. برويطة ولا بحال الجفاف، كل مرة كيجفوا به الأرض ومن بعد يعاودوا يعصروه باش يعاودوا يجفوا به مرة أخرى، ومازال عاد كيبين داك الوجه القاصح اللي عنده وكيحل فمو على سيادو. القوات دين مو ما عندوش علاش كيحشم. هذه هي زريبة العهر اللي ولات مشهورة عالميا بالفساد والدعارة. سمعتوا يا العبيد ولا ما سمعتوش؟ الشوهة والفضائح اللي كاينة في بلادكم وصلتوا بها للعالمية، وأصبحت الزريبة تنافس تايلاند فيما يخص بالاقتصاد الجنسي، وهذا يعتبر من أكبر الإنجازات اللي قام بها الرونديلا السادس اللي رفع بها ريوس المغاربة، هي الشكيمة والتقواديت والدياتة. إذا يا دولة الخزي والعار زيدوا واصلوا فيه بالكم، والعياشة حتى نتوما واصلوا في التبرهيش ديالكم، وحنا الدور ديالنا هو نبقاو نتفرجوا في فضايحكم ونبارطاجوا داك الشيء اللي كنتفرجوه. هاد الشيء اللي عطا الله، انا ما عندي ما ندير لكم. حياتكم كلها معروفه بالفضايح وتبقاو عايشين في مستنقع الفضائح والشوهه حتى يرث الله الارض وما عليها. وجه الفضيحه عمره ما يتنقى، يعيش خانز ويموت خانز والعياذ بالله. اتفوا عليكم وعلى النظام ديالكم يا تركه الفضايح، نعلط الله عليكم.